هل مصر تبقى أم الدنيا بسبب حضارتها؟ لأ. إجابة مفاجئة جدا ما انتش متوقع إن أنا أرد بيها عليك، ولكن هو فعلا مصر ما بقتش أم الدنيا بحضارتها، مصر بقت أم الدنيا برأيين. الرأي الأول وهو تفسير للعلامة الكبير الإمام ابن كثير. ابن كثير قال إن لقب أم الدنيا أطلق على مصر بسبب ستنا هاجر زوجة سيدنا إبراهيم ووالدة سيدنا إسماعيل أبو العرب، وأطلق على مصر أم الدنيا نسبة إلى السيدة هاجر أم العرب. ولكن يجي العلماء بعد كده ويقولوا احنا عندنا تفسير تاني يخلي مصر هي أم الدنيا. طب قولوا لنا إيه هو التفسير ده؟ التفسير ده هي حقبة سيدنا يوسف عليه السلام، فترة ما مصر كانت هي خزائن الأرض. مصر فضلت تطعم الأرض كلها لمدة 7 سنوات، اللي كانوا 7 سنوات إعجاف على العالم كله، ولكن في مصر كان الخير كله. لذلك مصر كانت أم الدنيا في الوقت ده لأنها احتضنت العالم كله. وأقول لك وجهة نظري ويا تتقبلها يا ما تتقبلهاش، مصر أطلق عليها أم الدنيا لأن زي ما شفنا القرآن الكريم وهو بيذكر مصر باسمها الصريح، مصر هي الدولة الوحيدة التي لم يتغير اسمها منذ القدم وظلت هي مصر. اهبطوا مصر فإن لكم ما سألتم، ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. مصر أم الدنيا، بلاد العرب أوطاني وكل العرب إخواني. أتمنى أكون فدتكم. كل يوم قصة ما سمعتش عنها قبل كده. سلام عليكم.